يا مساء الحلويات، تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض أحلى صينية دفا. النهارده هنعمل مع بعض صينية النجريسكو بطريقة سهلة جدًا وبسيطة تطلع معانا بالجمال والحلاوة دي. عايزة أقول لِك طعمها وريحتها كانت خطيرة. فيالّا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول، بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. في الأول كده حطيت المَيّة بتاعتي بتغلي على النار، هابدأ بقى أسلق المكرونة. معايا هنا طبعًا تقدري تستخدمي المكرونة اللي هي الاسباجيتي، أو تقدري تستخدمي المكرونة اللي هي القلم أو البنة اللي أنا مستخدماها النهارده. بصراحة مش بافضّل دايمًا الاسباجيتي في أي حاجة اللي هي صواني البشاميل. أنا هابدأ بقى أسلق المكرونة لغاية ما تاخد كده معايا السلقة بتاعتها مضبوط، وبعد كده هاصفيها من المَيّة بتاعتها. في الوقت ده هابدأ بقى أقطّع كده شرايح الصدور بتاعتي. معايا هنا حوالي نُص كيلو من صدور الفراخ، بابدأ بقى أقطّعها شرايح كده كأني باقطّعها للشاورما. طبعًا تقدري تعملي الكمية اللي أنتِ هتعمليها على حسب طبعًا الصينية، أو أنا مستخدمة النهارده كيلو من المكرونة. عايزة تعملي نُص، عايزة تعملي كيلو، ما فيش أي مشكلة حسب عدد أسرتِك. بعد ما أقطّع بقى كل الكمية اللي معايا من الفراخ اللي أنا مستخدماها النهارده، هابدأ برضه أقطّع الخضار بتاعي أجهّزه. معايا هنا البصل بتاعي، هابدأ كده أقطّعه مكعبات صغيّرة خالص بحيث برضه ما تبانش معانا وقت الأكل. هابدأ بقى أقطّع كل كمية البصل اللي معايا، وبعد كده معايا هنا فلفل أخضر رومي، ومعايا برضه فلفل أحمر حسب بقى أنواع الفلفل. ممكن تستخدمي اللي هو الرومي الأصفر والأحمر، أو تستخدمي الأخضر بس على حسب اللي أنتِ بتفضّليه. تقدري تستخدميه ما فيش مشكلة خالص. أنا هنا كنت خلاص قطّعت البصل، هابدأ بقى أقطّع الفلفل بتاعي. تقدري بقى تستخدمي زي ما إحنا اتفقنا اللي هو الفلفل الأصفر والأحمر اللي هو الرومي الكبير، أو الأخضر بس ما فيش أي مشكلة. بعد ما قطّعت بقى الخضار بتاعي، طبعًا هاجيب هنا أي جريل عندي أحطها على النار لغاية ما تسخن تمامًا. يكون كده أنا جهّزت الخضار بتاعي تمامًا. هاحط بقى معلقتين كبار كده من الزيت على الجريلة، وفي الوقت ده هانزل بالفراخ بتاعتي. بس أهم حاجة الزيت بتاع الجريلة يكون سخن تمامًا، عشان لمّا أنزّل الفراخ بتاعتي ما تنزّلش المَيّة بتاعتها. وطبعًا مش بنقلّب الفراخ على طول، أنا باستنى كده لغاية ما تاخد لون من الناحية التانية، وتاخد كده الصدمة بتاعتها عشان لمّا آجي أقلّبها ما تتهراش معايا وتنزّل مَيّتها. في الوقت ده هابدأ بقى أقلب الفراخ بتاعتي بعد ما خدت لون، ولغاية ما تاخد لون وتغيّر لونها خالص، هابدأ أنزل بقى بالخضار بتاعي. وفي الوقت ده هادّي بقى تقليبة كده للفراخ بتاعتي مع الخضار اللي إحنا قطعناه في الأول كده مع بعض، جهّزناه كده في الأول. وفي الوقت ده هانزل كمان معايا هنا البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، معايا كاري، معاكِ بقى بهارات سبعة، ال11 بهار، أي بهارات عندِك عايزة تضيفيها ما فيش أي مشكلة. عايزة أنا بصراحة مش باستخدم المرقة، لا عايزة تضيفي مكعب مرقة ضيفي، مش عايزة أنا باستخدمهاش بصراحة في الأكل عندي. هادّي لهم بقى تقليبة حلوة جدًا مع بعض لغاية ما الفراخ بتاعتي تستوي تمامًا وتوصل معايا للشكل ده. في الآخر كده باحب أضيف كده معلقة صغيرة من الصويا صوص، بتخلّي الفراخ ريحتها وطعمها مش قادرة أوصف لِك عن جمالها. في الوقت ده أنا خلاص ركنت كده الفراخ على جنب لغاية ما نجهّز مع بعض بقى البشاميل. معايا هنا بقى أي صينية كده على النار أو أي حلة، باضيف عليها 3 معالق كبار كده من الزيت ومعلقتين كبار من الزبدة. لو مش متوفر زبدة تقدري تستخدمي السمنة، ما فيش أي مشكلة خالص. المهم أنا باعمل mix ما بين الزيت وأي مادة دهنية، زبدة أو سمنة. ومعايا هنا 5 معالق كبار من الدقيق، يبقى 5 معالق مادة دهنية عليهم 5 معالق كبار من الدقيق. وأدّي لهم تقليبة كده مع بعض. وفي الوقت ده هانزل بقى بالحليب بتاعي. أنا استخدمت حوالي كيلو أو كيلو وربع كمان من الحليب. طبعًا تقليب مستمر عشان ما يكتّلش معانا أو يحصل أي تكتلات. في الوقت ده هانزل طبعًا بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن البشاميل مش بيحتاج بهار كتير، هو عبارة عن ملح وفلفل أسود ورشة بس كده من جوز الطيب. ومعايا هنا معلقة من الجبنة الكريمي دي إضافية لو عايزة تضيفيها، بتخلّي بصراحة طعم البشاميل بتنقله بتخلّيه كريمي كده وطعمه لذيذ جدًا. البشاميل أنا مش عايزاه يكون تقيل زيادة عن اللزوم، ولا في نفس الوقت يكون خفيف أوي، ده كده القوام المطلوب بتاعه. في الوقت ده تعالوا بقى نطفي عليه ونجهّز الصينية بتاعتنا. باحب أنزل بقى كده في قلب الصينية بتاعتي. أنا استخدمت الصينية البايركس اللي هي الكبيرة، حطيت كده في الأول مغرفة كده من البشاميل، وهانزل بقى بالمكرونة بتاعتي ورشة كمان كده من البشاميل على المكرونة. باحب أنزل بقى كده في النُص ما بين الطبقات برشة كده من الجبنة الموتزاريلا، طبعًا ده اختياري. ومعايا هنا بقى الفراخ بتاعتنا، نبدأ نضيف كده الفراخ. عايزة أقول لِك إن الفراخ دي أصلًا لوحدها تتاكل، بأمانة لو جربتيها بالطريقة دي تقدري تعملي منها ساندوتشات، مش شرط خالص تعملي الوصفة كلها على بعضها. يعني وصفة الفراخ لوحدها دي وصفة لوحدها أكلة تقدري تعمليها للولاد ساندوتشات، طعمها بيبقى خطير بجد. في الوقت ده هانزل بقى بباقي الكمية كده من المكرونة، وأبدأ بقى أوزّعها كويس جدًا، وهاوزّع عليها باقي بقى البشاميل اللي إحنا عملناه. وفي الآخر طبعًا باضيف على الوش الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا، وندخّلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسط.
تطلع معانا واخدة لون حلو جدا. عايزة اقولك الريحة بتاعتها كانت خطيرة، طعمها وريحتها في منتهى الجمال، الشكل بيتكلم عن نفسه. دي من احلى الصواني اللي تدفينا كده في الشتاء. غدا عايزة اقولك في نص ساعة هتكوني مخلصاه ويطلع معانا بالجمال والحلاوة دي. تعالوا بقى نقطعها كده مع بعض. انا واحده من الناس ما بستناش عليها لما تبرد وبقى واقطعها كده تبقى ماسكه نفسها، لا انا بحبها كده بقى ايه، تبقى جوسي ولوسي كده في نفسها. مش مهم ان هي تطلع بقى ماسكه نفسها كده وكلها على بعضها، لا انا عايزاها كده بالشكل ده. تبقى خطيره يا جماعه، شاربه البشاميل كده وجوسي وطعمها تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال. اتمنى تجربيها واشوفكم على خير باذن الله.